بس ما شاء الله ما شاء الله لما حطينا عليها المايونيز والكاتشب ما شاء الله. بانيه ولا مش بانيه؟ ما شاء الله طعمها جميل رهيب. ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد في قناتي نانو هوم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض بانيه القرنبيط. نقول بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي احنا معانا قرنبيط متقطع الزهر مسلوق ومتقطع الزهر بتاعه. هنضيف عليه كوباية دقيق، وهنضيف عليه نص كوباية بقسماط ناعم، وهنضيف له بصلاية مبشورة او مفرومة صغيرة، وتومية برضو مهروسة او مفرومة، ومعلقة زيت نباتي، وشوية كزبرة او بقدونس اللي عندك يعني، مش هنكتر. نحط شوية كمان. تمام كده. وعندنا بقى بقى معلقة التوابل خل بتاعتنا، معلقة كبيرة، ملح، وواحد بيضة، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة صغيرة كمون، ومعلقة كزبرة، ومعلقة فلفل اسود صغير، ومعلقة وهنقلب كركم المكونات صغيرة. كلها مع بعضها. تمام كده. وعندنا معلقة خل كبيرة. تمام. وعندنا بيضة واحدة بس. يلا توفير. دلوقتي هنقلب كل المكونات دي مع بعضها، مع الدقيق مع كل حاجة، نقلبها كويس جدا، ونبتدي بعد كده نحطها في الخلاط ونضربها في الخلاط. تمام. خلاط او كبة، ولا اسهل من كده. طبعا علشان الخليط ده يعني يمشي في الخلاط او في الكبة، واحنا بنضرب او قبل ما نضرب هنضيف له يعني ايه زي معلقة مية او ربع كوباية مية، حبة حبة، علشان ايه يقدر يتحرك في الخلاط او في الكبة. تمام كده. هنبتدي نحط في الخلاط دلوقتي احنا حطينا جزء من الخليط ده، حطيناه في الخلاط، وهنضيف له شوية مية. تمام. هنبتدي نضرب الخلاط. انا هضربها في الخلاط وبعد كده ارجع لكم عشان صوت تمام كده. انا ضربت الجزء اللي احنا حطيناه، وهكمل احط بقى الخليط في الخلاط حبة حبة، وشوية شوية كده، ونشوف النتيجة. تمام كده. انا فضيت الجزء اللي عملته في الخلاط في طبق تاني طبعا، وهكمل بقية الفرم. انا خلاص ضربت كل المكونات في الخلاط وبقت بالشكل الجميل ده. انا مش مكترة الخضرة علشان ما تغمقش في التحمير، بس يعني ممكن تضيفوا لها اكتر من اللي انا حطاه بشوية، انتوا حرين يعني، ما فيهاش اي مشكلة. دلوقتي هنبتدي نقليها. تمام. بصوا الجمال.
هنبتدي نقليها. انا لقيت الخليط محتاج معلقة دقيق، فاضفت معلقة الدقيق وعجنته بايديا تمام كده. كده التقل بتاعه حلو. ودلوقتي حطينا مكعب زبدة وزيت في الجريل، وهنبتدي نحمر البانيه. بنحطه كده وبنفرده بالسباتيولا عشان يبقى ياخد شكل البانيه. تغيير في الاكل، يعني تغيير في شكل كمان الاكل اللي احنا بناكله. ما شاء الله ما شاء الله. بعد التحمير ما شاء الله احتاجت شوية زيت، بنحط للجريل شوية زيت عشان نكمل بقية التحمير. بصوا بنحط العجينة كده وبنفردها ونسيبها كده لغاية ما الجزء التحتاني يستوي، وبعد كده نقلب. ما نفضلش نقلب كتير كده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كده خلصنا الكمية كلها وما شاء الله، ومنظرها جميل 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 وتفتح النفس، وناكل معاها مخلل، مايونيز، كاتشب. ألف هنا وشفا. دلوقتي هندوقها مع بعض. بصوا ما شاء الله من جوه. ما شاء الله ما شاء الله. طعمها رهيب 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 رهيب. ما شاء الله لا قوة الا بالله، وكل حاجة مظبوطة ما شاء الله. جربوها وان شاء الله تعجبكم. والى اللقاء في فيديو جديد وما سريع توفيقي ومفيد. السلام عليكم إلا ورحمة الله بالله وبركاته. عليه توكلت وإليه أنيب.